إذا ما ثبت على هذا الإضراب فعله وشروطه القانونية والسياسية، فإننا نرى بأنه يعد بمثابة عرقلة ومباعدة أخرى للأهداف وللأوضاع الحالية التي تمر عليها روجافا شمال سوريا، من خلط للأوراق، من احتلال تركي واضح، من عداء تركي صارخ للشعب الكردي وجميع مكونات روجافا شمال سوريا، واستقتال تركيا على عدم إنجاح مشروع الفيدرالية الديمقراطية التي ستكون من المؤكد حلا لعموم الأزمة السورية، ونتيجة في الوقت نفسه للنضالات المقدمة من قبل أحزاب وقوى الإدارة الذاتية الديمقراطية. فمن المؤكد بأن مثل هذه أو ما تعمده مجلس الكردي السوري بأنها حركة معرقلة ومشوشة وتؤدي إلى إضعاف هذا المشروع، وبالتالي عدم وجود أو عدم إيجاد دور فاعل للكرد في الحل السياسي السوري واستبعاده على الدوام. هذا ما يؤثر وما يؤدي بالنتيجة إلى تنفيذ الأجندة التركية وتنفيذ الرؤية العروبية الإسلاموية التي تؤكد مجتمعة أو منفردة إلى عدم إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية. مثل هذا ما يتعمده الأخوة في المجلس الكردي نراه على خطأ، ونراه بأنه يعادي القضية الكردية وإيجاد حل عادل لها في سوريا اتحادية ديمقراطية. لم يتم حتى الآن أي تواصل في هذا. هم بالأساس لا يعترفون بوجود الإدارة الذاتية الديمقراطية، بالأساس يقفون بالتناقض من جميع المكتسبات والنجاح الذي تم به من خلال الأربع سنوات السابقة على تشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية. لا توجد حتى هذه اللحظة تواصل يؤدي إلى العمل المشترك بين الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سوريا.